السلام عليكم. بسم الله. إعلان لكل ولي أمر، طالب، طالبة، صاحب شغل، موظف، شركة، بنك، في أي مكان، إنسان قاعد حران في هذا الصيف بس مش للحر. أحب أقول لك إن كمان تقدر تغير في حياتك بإنك تتعلم لغة وتطور من نفسك، بتترجم كلمة بكلمة، ما بتفهمش الجمل، الدنيا بايظة معاك، مش عارف تكون معنى ولا تميك سنس من أي حاجة مكتوبة قدامك، ما بتعرفش تكون جمل والدنيا ملخبطة معاك، الكلمات بتحفظها وتنساها بسرعة، او عندك كل ده تمام بس انت فاهم الانجليزي بس مش بتقدر تتكلم، بتسمع اللي قدامك بتفهمه بس مش بتقدر تتكلم، يبقى المشكلة عندك مش في ضعف المعلومات بس، لا ده البناء نفسه مبني غلط. وعشان كده جبت لك 4 مسارات مش هتخرج من واحد منهم الا لما تتقن اللغة وتغير مسار حياتك تماما. كالغيث كن أملا وجد من دون مقياس. المسار الاول كورس للسبيكينج والليسننج، وده لاي حد عايز يطور عنده مهاره التحدث ومهاره الاستماع والمحادثات وممارسه اللغه بصيغه واقعيه حقيقيه من قلب الواقع، بعيدا بقى عن النمط الدراسي التقليدي. ده مناسب للناس اللي عايزه تسافر بره مصر، او اللي عايزه تطور في شغلها، تترقى فيه، او تعلي من مجالها عموما، تمسك بقى اللغه في ايدك وتتكلم بثقه وباسلوب طبيعي كانك من مواليد حواري نيويورك او لندن. المسار الثاني ده كورس في الرايتنج والترانسليشن، ده للناس اللي عايزه تقوي الترجمه وتقوي فهمها لقطع القراءه، اللي عايزه تطور عندها بقى حل مشكله جذريه بتواجه معظم الطلبه، اللي هي مشكله المقال او الايميلز او الباراجراف، مش بتعرف تكتب ومش بتعرف تكون جمله صحيحه. ده بقى جاي لك يحل لك هذه المشكله، وده مناسب اكتر للناس اللي شغلها سكرتاريه او للطلبه اللي في مراحل الاعدادي والثانوي اللي عايزه تطور من مهاره الكتابه عندها والترجمه. والموضوع ما يبقاش مجرد ترجمه حرفيه، لا انا عايز امسك اللغه في ايدي واكون فيها ناتشرال كده، حاجه طبيعي، واتعامل بمنتهى السلاسه. الكورس الثالث او المسار الثالث ده بقى حاجه فول باكج، جامع الرايتنج عايز تطور الكتابه، جامع السبيكنج عايز تتحدث احسن، جامع الليسننج عايز تستمع افضل، جامع الترانسليشن كمان تقدر تترجم وتقرا بطريقه اصح، وده مناسب اكتر للطلبه زي ما قلنا برضو اللي في اعدادي واللي في ثانوي، وطلبه الجامعه اللي عايزين يعملوا حاجه تطوير شامل، وبرضو اي حد عايز برضو يسافر يناسبه كورس زي ده لو هو عاوز يجمع اركان اللغه او يطور مثلا، وبرضو للناس اللي عايزه تحضر ايلتس فيما بعد او انها تعلي من مستواها اكتر في اللغه، فده باكج كامل عامله شامل كل المهارات تقريبا. الكورس الرابع ده معمول للمدرسين اكتر او للناس اللي حابه تخش في مجال الاونلاين، وده اللي هو هتدرس فيه ازاي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ازاي تحضر الدروس صح، هيكون في سيشنز تربويه، هيكون في سيشنز لها علاقه بالذكاء الاصطناعي وازاي تستخدمه في شغلك، وهيكون في سيشنز لها علاقه بالتدريس عموما وازاي تتواصل مع الطلبه اونلاين وازاي تدرس لهم وايه البرامج وازاي اتعامل مع البرامج اونلاين وازاي اوصل للطلبه اصلا، او ازاي اتعامل مع اكاديميز ولا اتعامل بصيغه فرديه. عموما هيكون فول باكج، ده يعتبر من اكثر الكورسات اللي طلبت مني من معظم الزملاء اللي لسه داخلين في الاونلاين جديد او داخلين في التدريس جديد، فده هيكون كورس شغالين عليه برضو، ده موجه اكتر زي ما قلت للمدرسين والناس اللي حابه تشتغل سواء في الاوفلاين او في الاونلاين. برضو هيكون فيه اجزاء متعلقه بالاوفيس وازاي تستخدمه، كتابه الامتحانات، كتابه المذكرات او خلافه، من النقاط اللي هتفيدك جدا في شغلك كمدرس. ودي ال4 مسارات اللي انا شغال عليهم حاليا. طبعا لو انت عايز حاجه خاصه في دماغك متعلقه باللغه او متعلقه بالتربوي تقدر انت تتواصل معايا، هشتغل لك على الحاجه اللي انت عايز تطور فيها في حجوزات فرديه وفي حجوزات مجموعات. طبعا الحجز هيكون متاح في دمضيه متغمر الدقهليه، ده في السنتر الموجود هنا، وهيكون متاح في الحجز تبع سنتر سمارت في القاهره في كرداسه، برضو ده الفرع الثاني. وطبعا متاح الحجز اونلاين وانك تشتغل اونلاين، وبرضه هيكون في دروس وفيديوهات هتصور وهترفع على اليوتيوب، يعني تعتبر فور فري مجانيه لكل الناس بحيث اكبر فئه ممكن تستفاد. وان شاء الله زي ما طلب مني عمل منصه جاري العمل على الموضوع. ده كان الاعلان الاول. انا ابراهيم الشرقاوي مدرس لغه انجليزيه، وده كان الاعلان بتاعنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا، ولو وصلت هنا تابع يصلك كل جديد، اشترك على القناه، تفاعل معنا، شير في الخير، ولو عندك اي استفسار تواصل مع الخاص او على الرقم اللي هسيبه. هذا وانتظرونا في اعلانات قادمه، والسلام.